دلوقتي انا في اعلى نقطة في واحدة من اجمل مدن الجزائر هنا، وهي عاصمة الغرب الجزائري مدينة وهران. عشان ما تجيك حلو كتير تعمل هيك تفتحها تقلبها مثل هيك الطريقة الجزائري. طريقة جزائرية. اهلا بيكم من السانتا كروز. احنا فوق السما دلوقتي وفي اعلى نقطة هنا في وهران. تلفريك اهو. بس أعطيك معلومة. ايه؟ Amigo, bienvenido en Toro Ora. مكتبة كانت بكري كنيسة، دروك ولات مكتبة. نهضر شوية اللهجة الوهرانية باش ما يقولوش مالك وليت مصري ولا. ده للوضوء. Là, le c'est pour les ambitions. أنا- C'est en plein air, mon frère. انا مصري. مصري مرحبا أخي. اهلا مرحبا بيك. السلام عليكم، مرحبا بك. مرحبا بيك، في بلد ازيك؟ الثانية. حبيبي الجزائر. شكرا. وصلنا على قمة في وهران حاليا. دي أعلى نقطة في وهران، أعلى كمان من حصن سانتا كروز. حاليا احنا هنا. يا جماعة احنا الآن في الجانب الآخر من وهران، الجانب الحديث من وهران. بصوا جامعة. شكله جامد. عندك في الجزائر الليمون كبير، احنا في مصر عندنا ليمون صغير. انا اول ما شفته هنا افتكرته برتقان. مرحبا بكم في وهران. مرحبا بكم في وهران. صباح الخير. النهارده تاني يوم ليا في وهران، ومعايا صديقي من الجزائر وهو صانع محتوى جزائري اسمه سيدح او سيد احمد. تراب الوتيدة، السلام عليكم. وهو يسعد لي صباحكم، منورين الجزائر كلكم. و راح علموا اليوم اللهجة الوهرانية. ان شاء الله. إن هو شاء الله. هياخدني النهارده في لفه اخرى. امبارح لفينا رحنا اماكن كتير في وهران الفيديو اللي فات، والنهارده هنروح اماكن اكتر، الاماكن اللي انا وعدتكم ان انا هزورها في وهران وهنلفها مع بعض. هو هيبقى معايا النهارده، هيعرفنا اكتر على الثقافه وعلى ثقافه وهران، عنده معلومات اكتر. واول حاجه هنبدا بيها يومنا ان احنا نفطر، ناخد كوبايه قهوه وواحده ميلفي، وبعد كده هنطلع على سانتا كروز. صح سانتا كده؟ كروز. اللي هي على الوجهة الجبل. الأولى. الوجهه الاولى سانتا كروز. سانتا كروز. يلا بينا نفطر سريعا وننطلق، ما نضيعش وقت. يلا جو. هاي. ايوه. في الجزائر الملفي عندهم ثقافة، يعني بيحبوا يفطروا ملفي. صح كده؟ من الحاجات المنتشرة هنا. يقولها ميلفي. الملفي يعني الألف ورقة بالفرنساوي، يعني عشان هنا الملفي انتوا عارفين بتعمل من ورق خفيف، بيسموها ملفي. وهنا هي في ثقافة في الشارع الجزائري يحبوا يفطروها دايما مع القهوة. اسمها ايه القهوة؟ كرام. اسمها كرام. كرام هي قهوة بالحليب، يعني حليب بالقهوة. حليب. عشان ما تجيك حلو كتير تعمل هيك تفتحها تقلبها مثل هيك الطريقة الجزائري. طريقة جزائرية تاكلها هيك. ورينا. بسم الله. هي كمان هي قهوة بالحليب. دي الكرام. كرام. هو علمني الطريقه الجزائريه في اكل الملفي. حاليا فطرنا وهنتحرك على سانتا كروز. وسيداح بيقول لي ان هو هياخدني بطريق بقى اللي هو الطريق الشعبي. قال لي نبعد بقى عن التكاسي والكلام ده، هيوريني هو الطريق ازاي نطلع، وقال لي هنطلع بالتلفريك. فيلا بينا ناخدكم معانا نفرجكم على الطريق هيبقى عامل ازاي. بصوا هنا مبنى بنك الجزائر، شكله حلو جدا. هنا المباني في الجزائر كلها حلوه الصراحه. الطريقه الاسبانيه شويه، صح؟ اسباني يعني فرنسي شوي. اسباني فرنسي. العاصمه اكتر فرنسي. العاصمه شبه باريس يعني. باريس افريقيا حرفيا. وهنا وهران اكتر الستايل الاسباني، اكتر الاندلسي لحد ما. يتهز الطراز الاندلسي. في هناك محل تبع رولكس. محل رولكس للساعات. بصوا محل رولكس للساعات فاتح في وهران في الجزائر اهو. من افخم انواع الساعات الموجوده في العالم، موجود هنا في وهران.
وهران يعني اسدين صح كده؟ وهر وهر. واه. عشان كده بنقول كثير واه واه. عشان كده. واه طيب. يعني نعم. مين اللي اطلق عليها وهران؟ والله يعني هل اللي سماها الجزائريين ولا هي كانت متسميه في عصر الاسبان؟ هي كانت متسمية هيك. لوحه فنيه حرفيا البلكونات هنا في وهران جميله جدا. احنا هنقربنا ناخد التلفريك، بس عايز افرجكم على منظر هنا في الجبل في وهران شكله تحفه. بصوا شايفين البيوت دي؟ شايفين البيوت هنا؟ التلفريك باين لكم طالع لفوق خالص عند سانتا كروز، ودي بيوت عايشين في وسط الجبل شبه الفافيلا في البرازيل. تلفريك بلعين عليه. مقفول. طب يا جماعه دلوقتي احنا جايين نركب التلفريك، قالوا ان هم قافلينه هنا بقى لهم شهرين بيعملوا صيانه، فللاسف هنضطر ناخد تاكسي. بس اديكم اتفرجتوا عليه، فرجتكم عليه اهو وهو بيتحرك، فهناخد للأسف. تاكسي لسانتا كروز. يلا الجيري فيفا الجيري. قول تحيا مصر. تحيا مصر. يلا شوف. محمد صلاح ولا محرز؟ لا محرز طب محرز ولا ابو تريكه؟ تريكة. ايوه بقى. زوز اسمعني بوتريكا تاني ساعي بوتريكا تحب ابو تريكه؟ تحب ابو تريكه؟ ساعي فلسطين. وي ابو تريكه. هاخد تاكسي جماعي وهننطلق بيه على سانتا كروز. اهلا بكم في سانتا كروز. هذه الكنيسه، هذه الكنيسه وقلعه سانتا كروز راهي الفوق. اهلا بيكم من السانتا كروز. النهارده وصلنا على واحده من احلى واجمل الاماكن الموجوده في وهران، وهي حصن اسباني فوق قمه جبل. والحصن اللي من عنده بدات حكايه الكارانتيكا او اشهر اكله موجوده في وهران، وهي الاكله الشعبيه الاولى، وطلعت من الحصن اللي احنا هنتفرج عليه ده. زي ما انتم شايفين كده ورايا منظر وهمي، جزء من الخيال حرفيا البحر، والناحيه الثانيه شايفين مدينه وهران كلها. جميل جدا. هنا مسمين الساحه ساحه العيش معا بسلام، يعني اظن قصدهم هنا المسيحيين والمسلمين عايشين مع بعض بسلام، لان هنا كنيسه. تمثال للسيد المسيح، برضه التمثال دوت بيطل على المدينه كلها، يعني بيبص على المدينه كلها، وحرفيا بيبص على البحر وعلى المدينه. وهنا بيفكرني شويه بالتمثال اللي هو بتاع ريو دي جانيرو او البرازيل الى حد ما، نفس الفكره. وكمان هنا عاملين مسمين الساحه ساحه العيش بسلام معا، وهي معنى صراحه يعني ليها معنى كبير. ساحه العيش بسلام معا يعني الكنيسه والجامع قريبين، فعشان كده بتدل يعني ان هنا في تفتح، والناس هنا عايشه مع بعض، والاسلام والمسيحيه في نفس المكان. طيب خلاص دلوقتي حاليا خلصنا، هندخل على سانتا كروز نصورها بسرعه ونتفرج عليه من جوه شكله عامل ازاي، نتفرج على الحصن، و يعني ناخد فيه مثلا 30 دقيقه. اظن هو حصن كبير برضه. حصن كبير، حصن كبير واضح، مغاره صغيره، شكله كبير انا واخد بالي، في مغامره حلوه، في مغامره. الفكره ان احنا عندنا خطه لليوم، وعندنا بلاصات تانية عايزين نبص على معالم وهران على قد ما نقدر، فهنحاول ان احنا ما نطولش فيها عشان لسه بعد كده هنطلع على الساحه اللي هي فيها كان محاربه الطيران.
دلوقتي وصلنا لاعلى نقطه في وهران. حاليا احنا عند حصن سانتا كروز، وفوق قمه الجبل اعلى نقطه في وهران. زي ما انتم شايفين وهران كلها. انا تبعكم واضح هو من مصر. الله يسلمك. عربيه عربيه. حاجة أخرى، هذا القرآن اللي تسمعه هيك يقرأ على في جامع وفي زاوية كمان. في جامع في مسجد في زاوية كمان. ده للوضوء. انا مصري. مصري. مرحبا اخي. اهلا مرحبا بيك. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بيك. في بلد الثانيه حبيبي. شكرا. ده هنا للوضوء. خاص بالوضوء. ده حلوه جدا دي. بصوا يا جماعه هنا في الجزائر بيتوضوا الوضوء ازاي. حلو جدا ده. في الهواء الطلق. في الهواء الطلق. سلام ورحمه الله. وصلنا اعلى قمه في وهران حاليا. دي اعلى نقطه في وهران، اعلى كمان من حصن سانتا كروز. حاليا احنا هنا. دي اعلى قمه في وهران. اما التلفريك شغال اهو. التلفريك اهو. بس أعطيك معلومة. ايه؟ معلومة خفيفة فقط في الجزائر. عطلان باش يشتغل. بجد؟ دلوقتي انا في اعلى نقطة في واحدة من اجمل مدن الجزائر هنا، وهي عاصمة الغرب الجزائري مدينة وهران. الان الى التورو، رايحين على حلبة مصارعة التيران هنا في وهران. متحمس؟ انا متحمس جدا. ما شفتش حلبة مصارعة التيران قبل كده. بس في تيران هناك هنحاربهم ولا لا هنصارعهم يعني؟ انتوا عشان كده العملة عليها وجه التور. عندكم عملة اللي هي ال1000 دينار عليها وجه التور، بتسموها تورو. هل ده ليه علاقة بده؟ لا. جميلة المناظر. جيتوا لها. جينا فيها. ليها. امان الحي ده بالليل؟ لو جيت اتمشيت في الحي ده اجي اتمشى عادي؟ انا؟ فين؟ ما فهمتش. لما قال لك جاي هنا في كاين امان في الليل يعني لو جيت اتمشيت بموبايل والكاميرا. والله ما نكذبش عليك، توزع لك. انا وحظي. احنا نسكنوا هنايا يعرفونا. خلاص امشي انت معايا. ما كاينش مشكل. انا معروف، انا يعرفوني كاع. ناس ما هذه انا نزلت هنا وكبرت هنا. او قول لي اسمك واقول لهم ان انا جاي من طرف. اقول لهم من طرف مصطفى. بس ليك اسم شهرة هنا يعني؟ اقول لهم مصطفى هيقول لي مصطفى مين مصطفى؟ مصطفى اقول لهم العدم ادي زناف. اللي عندي ايه؟ ادي زناف. ادي زناف. Amigo, bienvenido en Toro, ora. دلوقتي في واحدة من حلبات المصارعة اللي موجودة في وهران هنا في الجزائر. مفيش في افريقيا غير حلبة المصارعة دي، واحدة في الجزائر واحدة في طنجة في المغرب. تأسست في فترة الاستعمار الفرنسي تحت طلب من المستعمرين الاسبان او السكان الاسبان اللي كانوا عايشين هنا في وهران سنة 1909 تقريبا 1906، في من قرن تقريبا او اكتر. ودي حلبة المصارعة الوحيدة اللي موجودة في افريقيا هنا وفي المغرب. بحال الشكل ثم ياتي الحارس خلف الابواب.
يكون أكثر أمانا ويمنع الثور من العودة إلى الخلف. يعني كل دي اماكن كتيره. تمام. هذا هما الغرف الطيران. دي غرف الطيران. وهذه آثار القرود. آثار ايه؟ قرود الثور. اوكي، دي آثار القرون. كان بيحاول يطلع من الباب يعني. دي كان بيقوم طالع بقى من الحلبة هنا. يطلع على الحلبة ويطلع. حاليا احنا في حلبة المصارعة هنا في وهران، واحدة من أشهر الأماكن ومعالم المدينة. والمدينة دي تأسست ساعة الاستعمار الفرنسي، وزي ما انتم شايفين هنا في صدى صوت عالي جدا عشان انا في وسط الحلبة. تحيا الجزائر. بصوا سامعين الصوت بيروح في كل حتة اهو. فالحلبة دي تأسست سنة 1906، اللي أسسها الاستعمار الفرنسي بطلب من السكان الأسبان اللي كانوا عايشين في المدينة. هنا يا جماعة من جوه بقى حلبة المصارعة كان كل الأماكن دي بتبقى حانات لشرب الكحول او الخمور، وبيبقى هنا كان في غرف للمصارعين قبل ما تتعمل سلالم كده بالطريقه دي زي اللي انتم شايفينها. كان هنا في غرف للمصارعين اللي بيحاربوا التيران، وكان هنا الكشاك الخشبيه دي كانت اماكن لشرب الكحوليات. اسمعني، هنا هذه تقليديه، هذه صناعه تقليديه. دي صناعه تقليديه بالجزائريه والوهرانيين يعطوا لها القفه. قفه زي الشنطه هيك، بس قفه يعني كانوا يديروا بها اسواقهم الشعبيه زي الخضر وهيك شيء. مكتبة كاتدرالية من زمان كانت كنيسة، وهلا صارت كاتدرالية، مكتبة يطالعون فيها وفيها الكتب فيها بزاف، وفيها كمان كنيسة من جوا. خلينا نكتشفوها مع بعض. فين الكنيسة جميلة جدا من جوه او الكاتدرائية، والاسقف بتاعتها عالية زي ما انتم شايفين كده، والطراز بتاعها جميل جدا. شايفين ورايا عامل ازاي الحيطة بالكيرفات، بتصميم معماري رائع جدا، ومبنية على الطراز الاوروبي. وكانت فكرة حلوة جدا ان هم حولوها المكتبة، لان بيجي لها اهل وهران زي ما انتم شايفين مكان للشباب بيجوا يقروا فيه كتب، وفيها كتب وتنشر يعني الثقافة والعلم داخل مدينة وهران. في كتب بقى في كل كاتدرال كانت كنيسة رجعوها كاتدرال، مكتبة جزائرية بيان سي. هاد الكتب غادي تلقاهم تاريخية، حضارية، ثقافية، إسلامية، فرنسية. ثم أي كتاب راه تحوس عليه بين تلقاه هنايا، تاريخ، حضارة، بزاف صوالح هنايا تلقاهم هنا. هذه المكتبة مكتبة بختي بن عودة، اللي هي أصلا كاتدرالية القلب المقدس بمدينة وهران، وهي من أول بناية بنيت بالإسمنت المسلح بالجزائر، يعني بالخرسانة، في بداية القرن الماضي 1904، وانتهت بها الأشغال في 1913. وكانت تقوم وظيفة دينية، اللي هي استقبال المصلين والمسيحيين اللي كانوا متواجدين في الفترة الاستعمارية. وبعد الاستقلال كانت تقوم بالوظيفة الدينية إلى أواخر الثمانين، بداية سنة 1983 وين أغلقت، لأن المسيحيين قل عددهم بمدينة وهران، وفكروا باش يعني هذه المساحة الكبيرة أنها تستغل لصالح سكان مدينة وهران. وكان الافتتاح في 1985، يعني تحولت إلى مكتبة. يعني وهذه المكتبة هي تحفة تاريخية ومعمارية، لأنها كانت من أكبر المشاريع الهندسية والمعمارية التي عرفتها مدينة وهران في بداية القرن، لأنها مبنية بطريقة يعني طريقة هندسية بارعة جدا، فيها براعة. حتى الفريق العمل اللي اشتغل في البناء في الكاتدرالية تحول إلى فرنسا، واشتغل في كثير من مشروع معماري وهندسي،
كان له الضوء الأخضر في كثير من المشاريع المعمارية. والآن تستقبل القراء من كل الفئات. دروقع مرحبا بكم في وهران، مرحبا بكم في وهران في الجزائر، مرحبا بكم. ما خصكم والو، احلى ناس والله، احلى ناس. تحياتنا لناس مصر، احلى ناس واحلى شعب وهراني. الوهراني هذا، الوهراني هذا، اسود الجزائر. اسود الجزائر حلو. انت من مصر انت يا امين؟ القاهرة. القاهرة. مرحبا بكم حبيبي. اسمع فيها؟ ايوه سامعك. انت مغربي اخويا بتخاصمه. المغاربه يا جماعه احنا الان في الجانب الاخر من وهران، الجانب الحديث من وهران. بصوا جامعه، والشوارع هنا نظيفه جدا. احنا بعدنا شويه عن وسط البلد، رايحين مكان ناكل فيه الحوت، والشوارع هنا نظيفه جدا، جميله. طيب حاليا سيداح جابني على مكان هنا هناكل فيه الحوت المشهوره بيه مدينه وهران، ونجرب السردين. وجابني في مكان هنا اسمه اوشن ريستورانت. احنا هنا في منطقه اسمها ايه؟ اسمها بيل جيت. اسم كريستال. المنظر هنا ده المطعم، ويبص على الجبل وبيبص على البحر. السمك طلبنا احنا هناكل هنا نجرب الاسماك في مدينه وهران، ودي سمكه اول مره اشوفها اللي هي سمكه ابو سيف. يعني اسمع عنها بس اتفرج عليها في الفيديوهات، ما شفتهاش على الحقيقه. ده شكل السمك اهو في وهران، حرفيا لسه طالع من البحر فريش. وهران مشهوره جدا بالاسماك والحوت. هنا بيسموه الحوت، يعني هنا بيسموه الحوت عشان الحوت ذكر في القرآن، فهم في دول المغرب العربي كلها بيسموا السمك حوت. وجمبري بكل انواعه، كل انواع السمك اللي ممكن تتخيلوها موجوده هنا في الجزائر في وهران. السمك حوت بقى. مرحبا بكم. هذا السمك الحوت هذا. وفي سردين؟ ما في اليوم سردين. الفيو اللي احنا بناكل قدامه في وهران فيو شابه ولا شاب؟ الفيو، اقول الفيو شابه مش شاب. لا شابه. الفيو شابه بالزاف الفيو اهو. هنا على ورانا جبال وخضار وطبيعه والبحر. هناكل حوت شكله يفتح النفس، فمفيش احلى من كده ننهي بيه اليوم الصراحه. شكرا. شكله جامد. حلو. جامد. هذه احلى شيء الكاليمار. بتحب الكاليمار؟ بحب الكاليمار. حريصه معروفه عند الجزائريين، يسموها الحريصه. عند الغزالين والتوانسه. انا ضد الحار، عشان لو اكل حار يصير وجهي احمر. عندك في الجزائر الليمون كبير، احنا في مصر عندنا ليمون صغير. انا اول ما شفته هنا افتكرته برتقان. ده اخطبوط صغير اهو. اخطبوط صغير. هذه غادي نكملوها. نقضيو عليها، فاهم. بداية الجولة في وهران كانت مع اخويا وائل. ان شاء الله تكون عاجبك الحال. عجبني الحال، واتمنى يكون الناس عجبهم الفيديو. بكده نكون ختمنا جولتنا في وهران. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا ابونيه في القناه ديروا ابونيه وفعلوا الجرس. وعايزين نوصل الفيديو دوت ل 10,000 لايك، وشيروه على قد ما تقدروا. واشوفكم فيديو جديد من الجزائر. كان معكم وائل خاطر وسيداح، واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.